يا صاحبي الجميل، لو بتقبض 3000 أو 30,000 في حاجة واحدة ممكن تفضل نغلط فيها برضو. تعال نحكي لك إيه هي الغلطة اللي كريم وقع فيها واللي إحنا كمان بنقع فيها كل يوم. في يوم جمعة، آدم واقف على الرصيف بيستنى كريم. فجأة يجي كريم بكيسين كبار من موي. آدم بدهشة: إيه ده يا كريم؟ اشتريت مول كامل؟ كريم بيضحك: لا والله، بس كنت محتاج أفصل. جبت تيشرتين، سماعة جديدة، وشنطة جديدة للشغل. آدم بصوت واطي: بس السماعة اللي معاك كانت لسه شغالة، والشنطة برضو مش بايظة. بصلي حسيت إني محتاجهم. يعني أنا شغال طول الأسبوع مش هكافئ نفسي؟ آدم سكت، افتكر كلام عم إبراهيم يوم ما قالهم: الناس بتغلط لما تخلط بين الضروري والرغبة. الحاجة اللي ما ينفعش تعيش من غيرها دي ضرورية، لكن الحاجة اللي نفسك فيها دي رغبة. والرغبة لو كل مرة رديتها هتفضل تاكل فلوسك ومش هتسيب لك ولا جنيه. آدم بص للكريم وقال له بكل هدوء: يا كريم، الفرق بين اللي بيبني ثروة واللي بيفضل يجري طول عمره إن الأول بيصرف على احتياجاته والتاني بيصرف على مزاجه. كريم: يعني أنا غلطت؟ آدم: مفيش غلط في إنك تفرح نفسك، بس الغلط إنك تفرحها على حساب حلمك. عايز تشتري سماعة؟ اشتري، بس لما تكون ضمنت أول 10% محوشين والباقي مكفي ضرورياتك. كريم وهو بيبص للكيس: يعني أنا اشتريت عشان أحس إني مرتاح، بس ارتحت ساعة وفلوسي طارت للأبد. آدم: هو ده بالظبط، الرغبات بتفرحك لحظياً، لكن لما تتحكم فيها وتوجهها صح بتفرحك على طول. في نهاية اليوم، كريم كتب على ورقة كده بخط كبير: أشتري لما أقدر، مش لما أشتاق. يا صاحبي الجميل، مش كل حاجة نفسك فيها لازم تكون ليك دلوقتي. الرغبة اللي ما بتتقاسش هتفضل تاخد منك كل حاجة، لكن لما تتحكم فيها وتعرف تحتفظ بجزء منك للي جاي، ساعتها بس الفلوس هتخدمك مش تستهلكك. وصاحبك الجميل بيحكي لك علشان تحكم مصاريفك قبل ما هي تحكمك. إيه آخر حاجة اشتريتها وندمت أو حسيت إنها كانت مجرد لحظة رغبة؟ احكيلي في الكومنت ويلا نفهم بعض أكتر.